السلام عليكم. في يوم من الايام بصيت لقيت واحد صاحبي بيسالني وبيقول لي ما تعرفش طريقه اقدر اعرف بيها الباسورد بتاع الاكونت بتاع الواد ابني؟ انت بتهزر يا عم، انت عايز تاخد موبايل الواد من وراه وتحاول تهكره؟ قال لي امال اعمل ايه؟ قول له تعالى يا هات موبايلك افتحه لي واقعد قدامه قلب في الموبايل وفي الاكونتات بتاعته شوف بيعمل ايه يا عم. مالك؟ انت بتديله حريته ولا بتحافظ على خصوصياته ولا خايف منه ولا حكايتك ايه بالظبط؟ مفيش مشكله ان ابنك يكون عنده خصوصيه في حياته، ليه درج مقفول، ضلفه دولاب مقفوله، ليه اوضه مقفوله او موبايله مقفول، لكن مفاتيح الحاجات دي كلها معاك. ولو مش عايز تشيل مفاتيح يبقى ابنك في اي لحظه عارف انك هتقول له افتح درجك، افتح دولابك، افتح اوضتك او افتح موبايلك، ومن غير ما تقول لي. انت المفروض اصلا تعمل كده كل فتره، دي اسمها المراقبه، انك تسيب ابنك يتحرك في الحياه بحريه وليه خصوصياته بس تحت عينك. مش لسه عايش معاك في البيت ومسؤول منك، يبقى لازم يتعود انه في اي لحظه هتخليه يفتح خصوصياته ويوريها لك. هات يا حبيبي موبايل وافتحه وتقعد قدامه وتمسك موبايله وتقلب فيه وفي الرسايل وتشوف بيكلم مين ومين بيكلمه قدامه مش من وراه. ده في حد ذاته كفيل انه يوفر عليك حاجات كتير ممكن تدفع ثمنها قدام. ما هو الولد اللي اتعود على كده هيعمل ألف حساب للغلطة قبل ما يغلطها، وهيحاسب على تصرفاته وألفاظه. ما هو عارف ان في حد وراه هيشوف كل اللي بيعمله، عارف ان ابوه في اي لحظة هيفتح كل الابواب المقفولة ويشوف اللي جواها فجأة. عشان خاطري بلاش ترخم عليا وتقول لي ما هو برضه ممكن يعمل الغلط. ما انا عارف ان مهما كانت رقابتك ومهما كانت الاسوار اللي انت حاططها حوالين ابنك مش هتمنعه من انه يغلط، لكن لما تكون مراقبه وعارف انه تحت عينك ده هيحد كتير من الغلط اللي ممكن يقع فيه بعد كده، لكنه مش هيمنعه نهائي. معروفه يعني من غير ما اقولها. الموضوع يا غالي مش انك تمنعه من الغلط، الموضوع انه يتعلم يحسب الغلط. فكر معايا بالمنطق، لما تقول لابنك ان مفاتيح الحاجات دي كلها معايا، انت هنا مش بتحط له حواجز، انت بتدي له خريطه طريق للثقه. للثقه. تخيل الولد طول ما هو عارف انك ممكن تشوفه مش بتتجسس، ده بيعمل حاجه في دماغه اسمها الضابط الداخلي، بيبدا هو بنفسه يراقب سلوكه. ونرجع هنا للازمه الحقيقيه في محاوله صاحبي اللي كان عايز يهكر موبايل ابنه ده. فقد الثقه في نفسه كأب، حتى لو قدر يهكر موبايل ابنه من وراه فهو كده بيبعت له رسالتين اسوأ من بعض. الاولى انا شاكك فيك وعايز اقفشك، والتانية انا جبان مش قادر اواجهك الا بدليل. هتقول لي ما ممكن الواد يعمل اكونت تاني بعيد عني او يستخدم منصة تانية انت مالكش علم بيها. اغلب المراهقين دلوقتي بقى بيستخدموا انستا وسناب وسابوا الفيس للعواجيز اللي زينا. هقول لك وماله، على الاقل صعبت عليه الغلط، خليته يخاف بدل ما هو كان سارح في الغلط قدام عينك ولا عامل لك اعتبار. لازم ابنك يفهم الفرق بين المراقبه والتجسس، انه يعرف انه بيتحرك تحت عينك وانه في اي لحظه مطالب انه يكشف لك خصوصيات. ده في حد ذاته بيحط قواعد في البيت تعرف الكل مكانه الصح. انت الاب لو ابنك اكتشف انك بتتجسس عليه هيستصغرك وهيتعلم الخوف والكذب وهيلعبك وهيكسبك لان نفسه اطول منك. علم ابنك ان الحريه مسؤوليه والتزام، وانه طول ما هو تحت مسؤوليتك لازم يتقبل مراقبتك. راقبه قدامه وانت بتراقبه، اعمل شير ولايك وسبسكرايب، وما تنساش تتابعني على فيسبوك وانستجرام وتيك توك ويوتيوب. دور هناك على مصطفى ابو علي هتلاقيني قاعد مستني. اشوفكم في الفيديو الجاي ان شاء الله. يلا سلام. مستنيك من قلبك تكفي عنا الف جواب.